هو احنا ليه بنحس ان الست اللي ما اتجوزتش لسه او اللي اتجوزت بس ما خلفتش حياتها ناقصة؟ مين قال ان كل الناس لازم توصل لنفس الحاجات في نفس السن وبنفس الترتيب؟ لو اول مرة تسمعوني، انا دينا دويدار، وده بودكاست قعدة امهات. حلقة النهاردة معمولة للست اللي ممكن تكون بتسمعني وهي حاسة ان في حاجة كبيرة ناقصة في حياتها. يمكن نفسها تتجوز وما اتجوزتش لسه، يمكن اتجوزت ولسه ما بقاش عندها أطفال، ويمكن كل اللي حواليها بقوا أمهات وهي لسه مستنية. أنا مش جاية عشان أقولك ما تزعليش، لأ ازعلي. لو نفسك تبقي طبيعي جدا إنك تتوجعي لما تشوفي واحدة حامل. ولو نفسك تتجوزي، طبيعي إن فرح صاحبتك يفرحك وفي نفس الوقت يوجع حتة جواكي. المشاعر دي مش وحشة، ومش معناها إنك غيرانة من الناس ولا إنك مش بتتمني ليهم الخير. انتي بس عندك أمنية لسه ما اتحققتش. بس المشكلة إننا ساعات مش بنكتفي بإننا نتمنى الحاجة، إحنا بنبدأ نصدق إن الحاجة دي لو ما حصلتش يبقى حياتنا نفسها ناقصة. وده مش حقيقة، لأن لو بصينا حوالينا شوية هنكتشف إن محدش عنده الحياة الكاملة. الست اللي اتجوزت بدري مش بالضرورة مرتاحة، واللي اتجوزت متأخر عندها حاجات تانية بتتمنى إنها تكون حصلت بدري، واللي خلفت مش معنى كده إن الأمومة حققت لها كل حاجة كانت متخيلاها، واللي عندها أطفال ممكن تكون بتنام كل يوم وهي شايلة هموم إحنا مش شايفينها. إحنا ببساطة بنبص على حياة الناس من بره وبنقارنها بأكتر حاجة إحنا نفسنا فيها، فنقول هي عندها اللي أنا نفسي فيه يبقى أكيد هي أسعد مني، مع إننا ما نعرفش أي حاجة عن الجزء التاني من الحكاية. وربنا سبحانه وتعالى قال: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وأنا بحب الجزء الأخير ده جدا، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، لأن دي الحقيقة اللي احنا ساعات بننساها. احنا مش عارفين ليه الحاجة اتأخرت، مش عارفين ليه ربنا كتب لواحدة إنها تتجوز في سن معين وواحدة تانية في سن تاني، مش عارفين ليه واحدة بقت أم بسرعة وواحدة تانية استنت سنين، ومش عارفين أصلا إيه اللي كان هيحصل لو حياتنا مشيت بالطريقة اللي كنا عايزينها زمان. وعشان كده أنا مش هقولك أكيد ربنا هيرزقك لأني معرفش الغيب، بس هقولك ما تخليش تأخر أمنية يخليكي تفتكري إن ربنا نسيكي. ادعي. لو نفسك في زوج اطلبي من ربنا، لو نفسك في طفل اطلبي من ربنا، قوليله كل اللي جواكي، حتى الحاجات اللي مش عارفة تقوليها لحد. وربنا قال: ادعوني أستجب لكم. بس وانتي بتدعي عيشي. دي يمكن أهم حاجة نفسي أقولها لكم. ما تستنيش حياتك تبدأ لما تتجوزي، وما تستنيش حياتك تبدأ لما تخلفي، لأن ممكن وانتي مستنية الحاجة اللي نفسك فيها تكتشفي بعد سنين إنك ضيعتي سنين كاملة من حياتك وانتي واقفة في مكانك. عيشي دلوقتي، حبي الناس اللي حواليكي، اشتغلي، سافري لو تقدري، اعملي الحاجات اللي بتحبيها واهتمي بنفسك، اعملي ذكريات، مش علشان تعوضي نفسك عن الأمومة، لأ، علشان حياتك اللي عايشاها دلوقتي مش مرحلة انتقالية لحد ما حياتك الحقيقية تبدأ. وبعدين يمكن الحاجة اللي نفسك فيها تيجي، ويمكن تيجي بشكل مختلف عن اللي انتي متخيلاه، ويمكن ربنا يكتبلك طريق تاني. احنا مش مطلوب مننا نعرف المستقبل، المطلوب اننا نعيش النهاردة وندعي ونحسن الظن بربنا. انا عارفة ان الكلام ده مش هيخلي وجعك يختفي، بس يمكن يخفف حاجة صغيرة جواكي، يمكن يخليكي تبصي لنفسك بدل ما بتبصي طول الوقت للناس اللي حواليكي وتقولي انا مش متأخرة، انا مش ناقصة، أنا بس حياتي ماشية في طريق مختلف. ولو انتي بتسمعيني دلوقتي وعندك أمنية كبيرة لسه مستنياها، أنا بدعيلكوا ربنا يرزقكوا بيها لو كانت خير، ولو لسه وقتها مجاش ربنا يديكي القوة إنك ما توقفيش حياتك وانتي مستنياها. على طول ادعي ربنا، قوليله: يا رب ارزقني اللي بتمناه، وارزقني معاه الرضا باللي انت كتبته ليا. لأن مشكلتنا مش إننا بنتمنى، المشكلة بس لما بنصدق إن سعادتنا
متعلقة بتحقيق الأمنية دي وبس. وربنا أرحم بينا من نفسنا. حياتك مش هتبدأ بعد الجواز، حياتك بتحصل دلوقتي وانتي مش واخدة بالك. وانا عايزة اسيبك النهاردة مع جملة واحدة: مش كل حاجة اتأخرت عنك اتمنعت منك، ومش كل حاجة عند غيرك معناها ان حياته احسن من حياتك. كل واحد وله توقيته وله طريقته وله نصيبه، فخليكي ماشية في طريقك وسيبي لربنا الحاجات اللي مش في ايدك. يا رب تكون حلقة النهاردة عجبتكم، واشوفكم في حلقة جديدة من بودكاست قعدة أمهات.